العمل اللي دار لما كان وزير هو عمل جبار، والان هو خارج الحياه السياسيه وكفاءه وطنيه كبيره. غادي نجيب عمر بلافريج اللي هو انسان نظيف وكان برلماني من نموذج ديال كيفاش خص يكون برلماني في بلادنا، ولكنه ايضا خرج من الحياه السياسيه وهو للاسف محبط. وغادي نجيبه ايضا لانه شخصيه وطنيه وفيه الشروط ديال النزاهه وديال الوطنيه. غادي نجيب دريس القراوي لان العمل اللي داروا في مجلس المنافسه كان عمل رائع، والتخلي على كفاءه مثله امر انا شخصيا لا اقبله، فغادي نجيبه كذلك. ثم غنجيب دريس الجطو لان ماشي فقط لانه كان وزير اول في واحد المرحله مزدهره اللي كانت مقارنه بدابا كانت نواور، بل غادي نجيبو لانه كان رئيس ديال المجلس الاعلى للحسابات ودار عمل جبار في اظهار اشكال الفساد داخل المؤسسات. غادي نجيب الحسن والحاج لانه كفاءه مغربيه كذلك، كان عميد ديال كليه الحقوق وهو من الناس اللي حرروا الدستور، كان من اللجنه ديال الدستور، وانسان اللي اقتصادي كبير ومهم. غادي نجيب نزهه الصقلي لانها العمل اللي كدير كانت وزيره الاسره اولا، غادي نردها عاود للوزاره. العمل اللي كدير باسم جمعيه اوى الحريات في المجتمع هو عمل جبار، وقلبها على البلد وعندها هذيك الغيره ديال انها باغا تصلح وباغا تدارك الاخطاء ديال الدوله، فغادي نجيبها باش تكون في التشكيله ديالي. غادي نجيب كذلك فوزيه العسولي لانها من الوجوه النسائيه البارزه في البلد واللي عندها واحد الحس استراتيجي وعندها واحد الذكاء ديال التخطيط وعندها دفاع مستميت على المساواه. الاخوان والاخت راه بدون مساواه بين الجنسين عمر المغرب ما غادي يوقف على رجليه. السي محمد بن موسى اللي بغيتو يكون وزير، كنت كنتمنى لو كان وزير في هذه الحكومه الان، وكنتمنى يكون وزير في حكومه سابقه في حكومه مقبله. غنجيب صلاح الوديع لانه الرجل الوطني ايضا الذي يعني في حركه ضمير عمل جبار في التقارير اللي كتوصل 160 200 صفحه بشكل تطوعي باش تعمل عمل ديال تقرير ديال 200 صفحه من اجل بلادك ما خلصك حد. هذه هي كنعتبرها هي الوطنيه. ثم غادي نجيب شخص ربما كتعرفوا شيء ولكنه مؤلف كبير واستاذ فلسفه كبير اللي كيجسد المدرسه اللي حنا بغيناها، وهو الاستاذ عزيز الزرق، وبغيتو يكون في وزاره التربيه لانه هو اللي غادي يدير لنا التعليم اللي كيبني الشخصيه على اساس الفكر النقدي وليس على اساس الاتباع وعقليه القاطع. ثم اخيرا رقم 11 هو سناء العاجي الاعلاميه، بغيتها تكون لانها يعني هضرات على الكثير من الطابوهات والمحرمات المغربيه اللي المغاربه خصهم يتحرروا منها، والا هرسنا ديك الطابوهات غادي نقدروا نمشيو بلادنا لقدام عوض ما نجعلوها بحال امراض كنخبيوها. شتي هاد الطابوهات بحال اش دايره، بحال الا عندك شي حبوبه وعوض ما توريها للطبيب وتعالجها كتبقى تخبيها وهي كتزاد، راه بحال هكاك لي طابو. صحيح. ولا التشكيله ديالك. شكرا بزاف ساعه بغينا منك واحد الكلمه اخيره. بغينا منك واحد الكلمه اخيره من اجل انهاء الحلقه. كلمه اخيره، المغرب في المرحله اللي هو فيه محتاج لجميع الابناء ديالو، وخاصه جوج ديال الفئات، الشباب والنساء، لان بجوجهم الاصوات ديالهم مغيبه. وإلا شفنا الارقام راكم غادي تفهموا هذه المساله. عندنا 1.5 مليون ديال الشباب الان ما خدامين، ما تلقاو تكوين، ما قراو. شنو هو الحل؟ 1.5 مليون راه طاقه كبيره، شنو غادي نعملوا بها؟ خصنا نفكروا في هذا الشيء. من جانب اخر هذه رساله ماشي كلمه اخيره. هذه رساله بطبيعه الحال، وفي اطار الكلمه الاخيره خصنا نعتبروا بان المغرب خصو ينجح في الانتقال نحو الديمقراطيه. مازال عقبات كاينه، مازال الكثير من المشاكل، ولكن خصنا نتغلبوا عليها بالاراده القويه وبالشعور الوطني القوي اللي خصنا نزرعوه في جميع المغاربه. شكرا بزاف ساعه. تنشوفوا صويت الجمهور على الحلقه، واش اقتنعوا بالاجوبه ديالك وبالتدخلات ديالك.